كل سنة وحضراتكم طيبين. ان شاء الله هنعمل وصفات نباتية وسهلة واقتصادية. معانا وصفات كتير من طرق السمك. النهاردة هنعمل بقى سمك فيليه، ولكن احنا هنخليه من البيت بطريقة مبسطة جدا وبتتبيلة سهلة وجميلة. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة انا هستخدم هنا سمك ماكريل، تقدروا تغيروه باي نوع انتوا حابينه، وانا غسلاه كويس وهبتدي اشيل سلسلة الظهر كده. سهلة معايا خالص. هو السمك على فكرة لونه احمر معايا. وببتدي ان انا اشيل الشوك، اي شوك يقابلني يعني على قد ما نقدر نحاول نشيل الشوك عشان يكون اسمه برضو مخلي معانا. وبقطعه كده. انا عملت سمكتين كبار ماكريل، رموا معايا كمية كبيرة عايزة اقول لكم بجد، وحلوة قوي بطريقة سهلة. هنبتدي بقى ان احنا نحضر التتبيله. معلقه كبيره من هريسه الشطه او اي نوع فلفل مطحون، وكمون، كزبره، فلفل اسود، بصل بودر وثوم بودر وبابريكا. وهحط كمان 3-4 فصوص توم على حسب ما بتحبوا، وليمونه كامله نعصرها. وهحط كمان معلقتين كبار من الخل. انا طبعا عامله ليمونه كامله، ولكن هي اول مره الليمونه كان فيها عصلجه شويه مش عايزه تتعصر. وحطيت معلقه زيت، وهنظبط الملح. المقادير هكتبها لكم في اول كومنت في تحت الفيديو. انا كده التتبيله خلصت والسمك معايا جاهز وهحطه. واهم حاجه السمك يكون مغسول كويس ومشطوف ومتصفي خالص عشان ما ينزلش ميه في التتبيله. هنشيله في التلاجة نص ساعه او ساعه على حسب الوقت المتوفر. وهنحضر بقى طبقه القرمشه بتاعتنا، وهي عباره كوبايه كبيره من الدقيق، وهنحط عليها ميه تدريجيا لغايه لما تدينا القوام اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. انا مش عايزاها سميكه قوي يعني عجينه تقيله ولا عجينه خفيفه. وهبتدي ان انا اتبلها بالملح والكمون والكزبره وشويه من الكركم، يعني ربع معلقه صغيره من كل نوع عشان تكون الطبقه المقرمشه متبله وليها طعم كده متبهر معانا. وبرده هحضر الطبقه البودر اللي احنا بنعملها برده، هي نص كوبايه من الدقيق وربع كوبايه من النشا، ودي اللي بيساعد على القرمشه بتاعتنا. وابهره بنفس البهارات اللي حطيتها، الكمون والكزبره والكركم. وحطيت هنا بقى شويه من فلفل اسود علشان يدينا طعم كده ونكهه حلوه قوي. انا كده كله جاهز عندي. هبتدي بقى ان انا اخد السمك واحطه في العجينه السايله، وبعد كده احطه في العجينه البودر، اغلفه كويس جدا اهم حاجه. وبهزه بايدي كده هزتين علشان يدينا الطبقه المقرمشه بنفس طريقه الفراخ بالظبط زي ما واضح كده في الفيديو. بنهزه هزتين كده. وانا في الحبه دول انا مسخنه الزيت على نار متوسطه مش حامي قوي، وبحط السمك بتاعي. وببتدي اول ما العجينه خلاص بتتماسك وتاخد لون حلو بقلبه على الوش التاني، وبعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. ولكن انا عملت معاكم كام قطعه في الفيديو، والباقي شلته طبعا لوقت الاكل طبعا عشان يطلع سخن معانا. بجد طريقه جميله، اتمنى تجربوها تعجبكم قوي. اهم حاجه تحطوها على المصفى عشان نحافظ على القرمشه، مش على مناديل عشان ما تطروش. متنسوش لو عجبتكم الطريقه لايك واشتراك ومتابعه الفيسبوك عشان